اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة قلت اعمل معاكم شوية رز كده معمرين، من غير اي حاجة، هو بس رز معمر. هنحط الرز، انا حاطه هنا في الطاجن 3 كوبايات. اهم حاجة ان الرز ما يعديش نص الطاجن، يعني ما تخليش الرز كتير في الطاجن. تمام. فانا غسلت الرز كويس قوي طبعا، وحطيت 3 كوبايات رز في الطاجن. هحط عليهم 3 كوبايات 4 كوبايات الا ربع لبن. تمام، يعني كل كوباية رز مصري بتحط لها كوباية وربع لبن. تمام. هنحط 4 كوبايات الا ربع لبن. طبعا اللبن ده سخن، يعني افضل بكتير ما تحطيش لبن ساقع عشان ما يبوظش معاكي الرز. تمام. طبعا الرز المعمر ده من الاكلات المصريه الجميله، ف يعني احنا بنحبها. فانا بعد ما حطيت الرز واللبن، الرز واللبن حطيتهم، هحط عليهم 3 4 معالق قشطه كده. القشطه بتعزز الطعم وبتخلي طعم الرز جميل. تمام. عفوا. طبعا القشطه ديت مش للوش، القشطه ديت للرز نفسه. انا بحطها مع الرز، بحط معاهم معلقتين زبدة كده، يعني يسيحوا في اللبن السخن قبل ما احطه خالص في الفرن طبعا. هقلبهم بقى كلهم، واحط معاهم ملح وفلفل، وهقلبهم مع بعض، بحيث ان القشطة والزبدة يختلطوا في الرز نفسه، يعني ما يبقوش على السطح بس. تمام، عشان يبقى طعمه غني، يعني طعمه حلو. طبعا عايزة تحطي بقى فراخ، عايزة تحطي لحمة، عايزة تحطي اللي انت عايزاه حطيه. بس انا عن نفسي عشان عاملة اكل جنبه كتير، فده هعمل الرز بس معمر بس. تمام. فانا كده حطيت الملح وحطيت الفلفل، وهقلبهم مع بعض كلهم عشان يمتزجوا مع الرز. تمام. يعني حطينا معلقتين زبدة على معلقتين 3 قشطة، وهنقلبهم كده. هما دول 3 كوبايات رز و4 كوبايات الا ربع لبن، وملح وفلفل. تمام. خلاص كده احنا قلبناهم. هنحط بقى حتتين قشطة على الوش كده، وطبعا بقية الزبدة برضو لسه على الوش اهو. هنحط بقى حتتين قشطة كده على الوش عشان يعمل برضو وش للرز. بس عشان يبقى طعمه حلو لازم نعزز الطعم داخل الطاجن نفسه الأول. تمام. فاحنا هنحط حتتين قشطة على الوش، وهنجيب بقى بعد كده هنجيب ورق زبدة وورق ألمونيوم. مش هنحط طبعا الألمونيوم على وش الأكل بتاعنا، لا، هنحط ورق الزبدة الأول، وهنحط فوقيه ورق الألمونيوم، لأن علشان يمسكه يعني. ورق الألمونيوم تقدري تتحكمي في ربطته على الطاجن، إنما ورق الزبدة لا. فهنحط الأول ورق زبدة، وبعدين فوقيه ورق ألمونيوم، هنقفله كويس. لو الطاجن ليه غطا مفيش مشاكل، غطيه بيه، يعني مش مشكلة يعني. المهم علشان لازم تغطيه عشان الرز يستوي. فلو الطاجن ليه غطا غطيه بيه، لو ملهوش اعملي كده زي ما انا عملت، ورق زبدة وورق ألمونيوم مع بعض. تمام. طبعا هو كده خلاص خرج من الفرن. هتلاقي الرز مفلفل وجميل معاكي وطعمه تحفة، وبالهنا والشفا على اللي هياكله يا رب. طبعا ده أكلة مصرية أصيلة، فاللي بيحب مصر يعملها. تمام. فانا كده خلصت الطاجن. تمام. هوريهولكوا برضو لما اطلع الرز، هتلاقوه مفلفل برضو وجميل، وطعمه حلو قوي ما شاء الله عليه. بيبقى جميل قوي جنب الاكل. بتحطيه جنب اي اكل، تعملي ايه بقى بالذي بيبقى تحفة يعني، حاجة عالية عالية عالية. فيا ريت بقى اللي وصل هنا
يصلي على رسول الله ويذكر الله. متنسونيش في اللايك والاشتراك، ويا ريت تكتبولي في التعليق بتشوفوني من اي بلد، علشان الموضوع ده بيساعدني جدا، بشوف تفاعلاتكم من انو بلد. تمام. وكده خلاص الفيديو خلص بتاعنا، واهو الرز اهو خلاص وحتى هغرفه، بس انا حبيت اوريهولكم ان هو مش معجن ولا حاجه، جميل جدا. الرز المعمر ده حاجه جميله جدا. تمام. ويا ريت بقى ما تنسوش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.